الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع الغول الإفريقي ورحيل موديس. لا صوت يعلو فوق صوت الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقال الصيفية المقبلة، حيث سيعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء من أجل حسم العديد من الأمور خلال الفترة الحالية. وشهدت الساعات القليلة الماضية وجود عرض من قبل وكلاء اللاعبين على إدارة الأهلي بشأن التعاقد مع مهاجم جديد داخل الفريق الأحمر في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في رحيل الفرنسي أنتوني موديست من الفريق الأحمر والتعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة المقبلة. وكشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي كواليس هامة وراء رحيل الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم التجديد له والتعاقد مع بديل قوي مطلع الموسم المقبل يتواجد بجانب